وهذه المرثية امرأة كانت تواسي الناس وتشاركهم وتعين على نوائب الزمان. يا ابو علي لا تذرف الدمع عينك، هيا عين من البكاء دمع ما سال، بل مدبر اليوم التحوا في مضيرك، دمع الاسى حاير ولا وطن الحال، بالبس صبر واطلب عسى الله يعينك، واصبر على نار الحوادث ولا هوال، ولزمت عين البكاء في مصيبك، واترك عيون الناس للحزن المال، أم لهم وأم لنا وصديقك، وأم المعارف وأم هذه الأجيال، صعب تواسيهم وصعب نطيعك، لابد نذكرها ولو عهدنا طال، في دعوة الأخوة بحال تجيبك، والشر ما يطري أمك على بال، عند اللوازم والنوايب عضيدك، كم سطر التاريخ فعلا الأجيال، لولا الصبر واجب وضده يعيبك، ما قلت لا تبكي عليها بهالطال، الله يرحمها وربي يثيبك ويعوضك فيها الرضا ربنا العال، أم العيد اللي طيبه وطيبك، مشهور عند الناس في عسر الأحوال، ربيع ثاني بل أحد نصيبك، من وعدة الرحمن قطع الأجال، في عام 18 ما يصيب مكروه في قبرص ولكن الأحوال، قريت الآيات والله يثيبس، عند الوفاة وكان من ختم الأعمال، حدث أهل الخير والله حسيبس، نرجو لك الجنة بها الفي